السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم حبايبي. معلش أنا الفيديو والله أنا تعبت فيه، بس غصب عني بقى الفيديو دون معرفش ماله، النور كل شوية يجي ويقطع، فالفيديوهات اتلخبطت مني اللي أنا عمالة أعملها. هنا أنا عملت الحظاظة دي زي ما انتوا شايفين كده، هي جميلة بس معرفش في عقد النهاردة مع النور وامبارح، مش عارفة. كل يوم والله الحمد لله الحمد لله. هنا بقفلها دي خلصتها، بس عمايلها تيجي قدام في الفيديو اللي بعديه، عشان انا معرفش، انا مخي اكسد، انا كمان مخي اكسد من كتر طفي النور وتشغيله. هنا بشتغل غرزة المكرمية، بقفل بيها اللي هي الغرزة الأساسية في شغلنا. فطبعا أنا قلت لكم أنا بعملها مرة من فوق ومرة من تحت، زي عقدة بتتعقد بسيطة وسهلة زي ما انتوا شايفين كده اهي. والله جميلة جدا، بس حتى التسجيل معاند معايا، معلش. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. الحمد لله الحمد لله، نصبر على البلاء الحمد لله. مش عشان النور قطع الواحد هيتعقد، لا الحمد لله، رضا نور ربنا الحمد لله يكفي. هو الشغل بيتعطل والمخ بيأكسد من الحر والحاجات دي، بس الحمد لله. هنا بقى بقطع الزيادات، الحتة دي اللي النور قطع فيها، فانا كملتها بقى بعد كده لما النور جه، فصورتها لكم على قد ما قدرت زي ما انتوا شايفين كده. بلحم بالولاعة الخيط بيمسك زي ما انتوا شايفين، بقت جميلة جدا جدا جدا. هنا بقى هنجيب عمايلها من البداية في الفيديو ده. معلش يا حبايبي، حتى التسجيل الاولاني راح ما تثبتش. هنا بقى بشتغل الغرزة عبارة عن ايه، بطلع فص لولي اللي هي خرزة اللولي، وبعمل حواليها المكرمية مرة من فوق ومرة من تحت زي ما انتوا شايفين كده الغرزة. انا هعملها لكم في خيط من التخين عشان تفهموها، عشان كده متهيألي يعني انتوا تعبتوا وانا تعبت. زي ما انتوا شايفين انا بعمل حوالي 4 مرات فيها، يعني مرتين فوق ومرتين تحت، بس كل مرة تحت ومرة فوق اهي زي ما انتوا شايفين. يا رب تكون واضحة كده اهي، مرة من فوق ومرة من تحت. انا قلت لكم ان احنا بنجيب حوالي 60 سنتي، بتنيهم نصين او 70 سنتي حسب المقاس اللي انت عايزاه، وبعدين بلضم فيهم اللولي، وبجيب حوالي مترين او متر ونص، اروح تانية برضو مجوز وابدأ اشتغل بيه غرزة المكرمية اللي هو حرفه اللي قدامي دون، اللي هي الدايرة الصغنونة دي. هبدأ بقى مرة من فوق، يعني عقدة من فوق وعقدة من تحت، هتدي معاكي غرزة المكرمية الجميلة دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم حبايبي. قسما بالله انا بصور وبكمل فيديو والنور قاطع، كل شوية النور يجي ويقطع، اما مش عارفة اصوره، معلش. انا هسجل لكم والنور قاطع برضو. احنا هنا بنعمل حظاظة بس عن طريق شغلة المكرمية،
فانا جبت حوالي 3 متر خيط طبعا مكرمية من الصغير بتاع الحظاظات، قطعتهم، قطعت 2 حوالي 70 سنتي او 80 سنتي، دول اللي هخليهم في النص يعني فرع كده، والاتنين التانيين الواحدة فيهم حوالي متر بس برضو ايه ملزوقين في بعض يعني ما تقصوش. فانا هبدأ اشتغل كده زي ما انتوا شايفيني. اللولي انا جايباه حوالي 10 فصوص لولي، وردة بيضة من الاكريليك برضو عشان اشكل بيها، فلضمتهم في الخيط اللي انا هخليه خط النص زي ما انتوا شايفين. بس بشتغل المكرمية بقسمها يعني بين كل لولاية والتانية 4 مرات مكرمية، مرة فوق ومرة تحت ومرة فوق ومرة تحت الغرزة زي ما انتوا شايفين كده. ادي فوق وهدخلها كده من تحت من فوق كده، يعني مرة من تحت كده، عملت مرة من فوق ومرة من تحت، هعمل تاني من فوق زي ما انتوا شايفين، واحط برضو الخيطة الناحية التانية من فوقها واجيبها من تحت، والمرة التانية برضو من تحت وهجيبها من تحتها الخيطة التانية، وبعدين اطلعها من فوق. هي المكرمية شغلها سهل، فالحظاظة اللي احنا بنعملها النهاردة بشغل المكرمية معلش يا حبايبي بقى، احنا شوية النور بيقطع وشوية بيجي، والحمد لله الحمد لله ربنا يسترها، رغم ان نص الشارع الاولاني فيه نور على طول. يلا هنا بقى هبدأ فيديو تاني عن حظاظة صبياني، عملتها عبارة عن 10 فصوص لولي من الناحية دي، وحطيت عين زرقاء من وسطهم، وبعدين 10 من الناحية التانية، وهشتغل نفس موضوع المكرمية دي اسهل من التانية لان مفيهاش شغل الا في حتة القفل فقط. خليكم معايا وشوفوا هعملها ازاي، هتعجبكم جدا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله، لا حول ولا قوة الا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا اله الا هو، اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ادي زي ما انتوا شايفين، انا بحاول اجيبها لكم بس مش عارفة، ساعات تيجي وساعات ما بتجيش الغرزة وانا بشتغلها، لان كمان الكاميرا معاندة في النور والقرف، كل شوية نظبط كل شوية نعمل. هنا بقى انا ما كملتش الفيديو، فبدأت فيديو تاني عن برضو حظاظة بشكل تاني، بس التانية كانت تنفع بنات، دي تنفع صبيان. زي ما انتوا شايفين انا حاطة حوالي 5 خرزات من الناحية دي، 10 خرزات من الناحية دي و10 خرزات من الناحية دي، وعين في وسطيهم.
وبرضه هوريكم غرزة المكرمية فيها، لان انا هحبس بيها. ادي اهي كده. خلاص عملت العدد المطلوب. انا عاملاها على فكرة مجوز، وهاجي برضو هعمل غرزة المكرمية فيها مجوز. هاخد الفتلة على ناحيتين زي ما انتوا شايفين كده. معلش بقى تحملوني، انا كل شوية النور يجي كل يوم، مش عارفة في ايه. هنا بلزق بس الخيط في بعضه وهبدأ بقى اشتغل. انا عاملة ميجوز اهو قدامكم، نفس الغرزة، غرزة المكرمية بس في القفل بس. زي ما انتوا شايفين. هحط الخيط من تحتيها، يعني الاربع حروف دول هيبقوا في النص بتاعها. بفكها وبوريها لكم تاني. ادي اهو هي من تحت اللي انا هشتغل بيها المكرمية، ومرة بقى هعملها من فوق ومرة هعملها من تحت زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. اللهم امين يا رب. فرج هم المهموم. زي ما احنا اتفقنا في الاولانية، مرة بنعملها من فوق ومرة بنعملها من تحت. انا بفكها عشان اعملها لكم تاني. انا بحاول بس اوصل لكم غرزة المكرمية، هي مش صعبة. انا هحاول اعملها لكم في خيط من الحبال التخين عشان تبان معاكم، اوريها لكم على الحبال عشان اللي عايز يشتغل بيها حظاظة او حاجة يعملها. اهي والله هي سهلة مش صعبة ولا حاجة، بس احنا بنحاول ايه نقرب المسافة للي ما بيعرفهوش. لكن هي ده عبارة عن عقد، بس العقدة مرة بتعمليها من تحت ومرة بتعمليها من فوق كده. حبايبي اللي يعجبه الفيديو يحط لايك، واللي ما اشتركش في القناة يشترك عشان الفيديو يترفع لأكبر